ازيكم يا جماعه؟ معاكم ألفة تيتي، وفي الفيديو ده هتجاوب على اكتر سؤال البنات بتساله لي، خاصه الامهات. هل انت لما تركبي سكوتر بتتعكسي؟ الناس بتضايقك؟ طب حد بيرخم عليكي؟ بنات كتير قوي خايفه ان هي تاخد الخطوه وتشتري السكوتر علشان بس خايفه من رد فعل الناس في الشارع، او مثلا مكسوفه. واحده قبل كده قالت لي انا نفسي اركب سكوتر قوي وحاسه ان انا محتاجاه في حياتي وبتبهدل في المواصلات، بس محرجه قوي ان انا امشي بيه في الشارع. اول حاجه يا جماعه، انت معاكي خوذه. الخوذه دي بنستخدمها ليه؟ هقول لكم دلوقتي. الخوذه دي بيبقى فيها شباك كده، بس هو مكسور عندي للاسف. انا طول الوقت لازم البس خوذه. اول حاجه علشان طبعا بتحميني، يعني بصوا دلوقتي لو في خبطه ان شاء الله بفضل الله مش هحس بيها لو حصل حاجه بعد الشر يعني على الطريق. تاني حاجه ان انت تكوني لابسه دايما خوذه، فدايما الوجه مش مكشوف قوي، مش زي مثلا ما انت مسيبه شعرك وماشيه بالسكوتر، فاكيد هتبقي ملفته جدا للناس. طيب احنا بنلبس الخوذه اول حاجه عشان سلامتنا، وتاني حاجه مش بقول ان انت بتلبسي الخوذه عشان تستخبي من الناس، لكن اكيد بيبقى شكلك مش ملفت قوي بالنسبه لواحده مسيبه شعرها ولابسه مسيبه شعرها وراكبه سكوتر وشعرها بيطير، فاكيد دي هتبقى ملفته للبنات قبل الولاد اصلا. ففكره ان انا بعدي من الشارع قبل ما الناس بيكتشفوا ان انا بنت، بكون عديت خلاص من الشارع ومشيت. الحاجه التانية اللي انا عايزه اقولها لك ان كده كده الناس لو انت ماشيه في الشارع بس ممكن حد يبص لك، ممكن مش عارفه ايه، ممكن تلاقي معاكسه من هنا ومعاكسه من هنا. بس الفكره ان احنا لو بصينا لكلام الناس في كل حاجه احنا مش هنسلم ومش هنعمل اي حاجه في حياتنا، ولا تركبي سكوتر ولا تعملي اي حاجه في حياتك. فاهم حاجه ان انت ما تعمليش هم الناس طول ما انت مش بتعملي حاجه غلط او بتعملي حاجه حرام، بل بالعكس السكوتر ده يا جماعه بجد وسيله مواصلات هايله جدا في الزمن اللي احنا فيه ده. انا مش بحب ان انا اتبهدل في المواصلات، مش طول الوقت دايما ان عربيه تكون متاحه او مواصله تكون متاحه او حد يوصلك، خاصه القاهره بتبقى زحمه جدا. وعشان انا من اسكندريه طبعا مش متعوده على الموضوع ده خالص، الدنيا عندنا بتبقى زحمه وكل حاجه، بس دايما بحس ان انا في اسكندريه حتى لو زحمه قوي انا اقدر ان انا يعني اسرفايف. انما في القاهره خاصه الاتوبيس الازرق ده بيبقى زحمه وكله تلزيق وكله ناس في بعضها كده. فانا شايفه ان الاحسن، ومش كل الناس عندها امكانيات ان هي تشتري عربيه يعني، لان العربيات بقت غاليه جدا. فانا شايفه ان السكوتر وسيله مواصلات مهمه جدا جدا جدا. وبنات كتير قوي وستات كتير قوي امهات بتيجي تتدرب عندي، مثلا تقول لي انا عايزه اودي ابني الحضانه او بنتي الحضانه، مش عايزه اتبهدل في التكاتك، مش عايزه اتبهدل في المواصلات. السكوتر يا جماعه مش ترفيه، الموضوع اكبر من كده بكتير، خاصه في العصر اللي احنا عايشين فيه. انا من ساعه ما جبت سكوتر يا جماعه وانا بقيت اركب مواصلات بشكل اقل بكتير جدا، وده صراحه جانبني مشاكل كتير، جانبني احتكاك بالناس بشكل اوفر، خاصه في الاتوبيسات اللي هي الصغيره دي، الميني باص. فبجد يا جماعه الموضوع مش هزار ومش لعبه، انت بتحافظي على نفسك لما بتركبي سكوتر باحتكاك بالناس او تلزيق او اي حاجه ممكن تتعرضي ليها مش حلوه. فالسكوتر مش ترفيه، ده اللي انا عايزه اقوله. تاني حاجه عايزه اقولها ان بجد يعني انا ممكن اكون اعتبر من الناس المحظوظه، لان معظم الناس اللي انا قابلتها في السكه سواء بنات امهات ابهات بجد دايما الاقي ناس بيعملوا لي كده، بنات بيعملوا لي كده، الابهات بيقولوا لي برافو كملي ومش عارفه ايه. فحظي حلو جدا الحمد لله، لحد دلوقتي ما حصليش اي موقف بايخ بسبب السكوتر. اكيد في ناس برضو بتضايق، اكيد في ناس ممكن تعرضي موقف مش حلو، بس ده معايا انا يعني خلال تجربتي الشخصيه الموضوع كان قليل جدا جدا جدا. واخري لو حد بص لي، انا اصلا بمشي مش ببص للناس، انا ماشيه باصه في طريقي، ولا هتبصي يمين ولا هتبصي شمال، انت باصه لطريقك وباصه للعربيات وباصه ان انت تركزي في السواقه. يبقى احنا ما بناخدش بالنا من الناس اللي بتمشي حوالينا، ما بناخدش بالنا لو حد صفر مثلا. انا صراحه ما باخدش بالي من اي حاجه من دي، بس باخد بالي فعلا لما بنت مثلا تبتسم لي وتقول لي انا نفسي قوي اركب سكوتر، او مش عارفه وتقول لي برافو او مش عارفه ايه، او حتى ما تعلقش يعني. بس اقصد بجد ان الموضوع مش زي ما انت متخيله ان الناس كلها هتبص قوي، خاصه الموضوع دلوقتي انتشر يعني، ما بقيتش انا البنت الوحيده. انا مره مشيت في الشارع، يعني انا ماشيه في شارع كده لقيت بنت جايه عكس طبعا ده مش حاجه صح يعني، بس جايه عكس بنت راكبه سكوتر برضه، فكانت صدفه غريبه جدا. بس فانا حبيت اقول لكم ان بجد ما تهتميش براي الناس، خلي بالك على نفسك وانتي ماشيه، خوذتك اهم حاجه، خوذتك هي حياتك، واهم حاجه تاخدي بالاسباب وتلبسي الخوذه وتمشي في طريقك، ما تبصيش لحد خالص، اي حد يضايقك يعني حاولي ان انت ما تبصلوش اصلا فما تتضايقيش. فنصيحتي ليكي لو انت متبهدله في المواصلات وما عندكيش اوبشن ان انت تجيبي عربيه او ان حد يوصلك او
اتعلمي سكوتر، لان بجد بجد بيوفر عليكي كتير قوي، سواء في المواصلات او في الطريق او في اي مشوار عايزه تروحيه. الموضوع بيتسهل جدا جدا جدا. انت راكبه وسيله مواصلتك، ماشيه في امان، لابسه خوذتك، الدنيا تمام. تمام. على نفس القافيه. بس وركزي ان انت توصلي مشوارك بسلام. بس كده، شكرا جدا. وده كان رأيي في موضوع السكوتر. وخلي بالك على نفسك طبعا. طول ما انت اخده بالاسباب، ربنا باذن الله هيسهل لك طريقك. بس كده يا جماعه، وده كان فيديو النهارده. ولو حد عنده اي تعليقات او استفسارات، انا ألفة تيتي بدرب سكوتر. لو حد حابب يتعلم، يبعت لي مسج او يعمل لي كومنت، او يبعت لي مسج، او يبعت لي على الواتساب على الرقم اللي انا حطاه عندكم في الديسكريبشن. وشكرا جدا، واتمنى لكم حياه اسهل بكتير، وتوصلوا مشاوركم بكل سلام وسلام.